اهلا بيكم فيديو جديد مع كمبيوتر. النهارده هنتعلم ازاي ممكن نعمل درايف زي الدرايف بتاع الجامعه اللي هو بيبقى فولدر واحد وكذا واحد ممكن يابلود فيه، وازاي ادي اكسس للناس على الجوجل درايف. باجي هنا عند نيو عشان اعمل فايل جديد. ممكن اعملها عادي على اي فايل قديم عندي، بس انا هعمل في فايل جديد هسميه data structure assignment مثلا، عشان انا عندي assignment عايز ارفع عليه الفيديوهات بتاعته. بعد كده ادوس create، وهاجي هنا عند الثلاث نقط دول واختار شير، واختار شير دي، وزي ما انتم شايفين ظهرت لي القايمه دي. هنا people with access ومديني الايميل بتاعي، وجنبها كلمه اونر، يعني انا الاونر بتاع الدرايف ده. بعد كده عندي general access، ودي restricted يعني اللي هو اشخاص محددين فقط لا بختارهم، او FCI web mail. لو دوست عليها كده هيديني 3 اختيارات: viewer، commenter، editor. يعني ايه FCI web mail؟ الايميل اللي فاتح منه ده ايميل الجامعه بتاعي، فهو هنا بيقول لي اي حد معايا في الجامعه ومعاه ايميل الجامعه يقدر يشوف الدرايف ده، غير كده لا. طبعا اخر حاجه anyone with the link، يعني اي حد عمل له شير لللينك يقدر يفتح الدرايف ويشوف اللي عليه. وطبعا ممكن اعدلها واخليه كومنتور او اديتور. انا دلوقتي عايز اضيف specific people، ناس معينين بس. باجي هنا عند اد people دي واكتب ايميل الشخص اللي انا عايز اضيفه. بعد كده بدوس على send. هنا بيقول لي ان انا بضيف شخص مش معايا في نفس الجامعه والكلام ده كله، وادوس شير anyway. بعد كده برجع تاني على الشير عشان اشوف، بلاقي فعلا الشخص اتضاف معايا. ممكن اعمل كذا حاجه، اخليه بدل اديتور انزله كومنتر او فيور. بعد كده اد اكسبريشن دي لو انا عايز مثلا الاكسس بتاعته تخلص بعد مده معينه. ممكن كمان اعمل ترانسفير اونر شيب، بحيث لو عملت كده هيبقى هو الاونر بتاع الدرايف وانا مجرد اديتور، او طبعا اريموف اكسس. بعد كده ادوس done. هاجي هنا عند الايميل اللي انا اديته اكسس، اعمل ريفرش كده. زي ما انتم شايفين جالي في فولدر اللي هو data structure assignment. افتحه كده. خلونا عشان اتاكد ان كذا حد ممكن يعدل في الدرايف نرفع مثلا ملفات فايل ابلود، اللوجو الدوري الانجليزي اهو. نرجع تاني هنا ونفتح. زي ما انتم شايفين جاب لي هنا اللي انا رفعت الصوره دي من الاكونت بتاعي التاني اللي انا اديته اكسس من غير اي مشكله. كده بقى معايا درايف اقدر ارفع عليه من اي اكونت انا اديله الاكسس بطريقه سهله وبسيطه خالص. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم في فيديو الجاي.